انت شايفه نفسك كده؟ انا بقول لك يا صراع اللي جاي اكتر من الراحه يا الله يكون في عونك. بقول لك مين حماس رمضان؟ رمضان يا ماما اوريك كويس. وانا افرج عليك عيد ميلادي عشان نفسي. ايه يا حبيبتي؟ عشان مين؟ عشان فريدة. والله عشان فريدة يا شيخه. عشان مين؟ عشان فريدة يا شيخه عشان احنا في عيد ميلاد مين؟ فريده. اه وانا بقول لك بقى سكتلك عشان فريده بنتي. بنتي يعني تعملي ايه؟ انا بقول سكتالك. لك ايه؟ كلنا بنعرف نشوح برضه. ما انا بعرف اسوح وايديا طويله ومركبه ضوافر. اعمل لك ايه يعني مركبه ضوافر؟ انا سكتانك لاجل مين؟ البنت دي. وانا لا دي بنت دي فريده. اسمها فريده. فريده بنت محدش بنت. ليه دعوه. لا فريده بنت بنت. لا اتنين على واحد مش رجوله. انا مش رجوله. 2-1 مش رجولة. ده اللي حصل في خناقة بسنت ودينا اللي طلعت ترند. خناقة اللي حققت أكتر من 80 مليون مشاهدة. الخناقة اللي حصلت بين دينا وفراشة التيك توك بسنت. ايه اللي حصل وايه اللي ابتدى؟ الفيديو اللي انا عرضته لكم في الاول ده اللي بدأت بيه الحلقة هو ده شعلة الشرارة اللي خلت دينا وبسنت يتخانقوا مع بعض. ليه بقى؟ واحنا في العيد ميلاد كانت في نظرات كده مش طبيعيه، نظره كده نظره كده، فالاتنين ما كانوش مرتاحين لبعض من الاول. حجاب بسنت وغلطت في مين بقى؟ في ام دينا. وانتوا عارفين الام غاليه طبعا يا جماعه. ودينا ما سكتتش، دينا قررت انها تاخد حقها. بس يا ترى دينا خدت حقها من بسنت ولا بسنت اللي ادتهم لدينا؟ ده اللي هنشوف في الفيديو الجاي. انا بس سبتك المره دي عشان ايه؟ عشان عيالي. ولاد بنتك وعيالك. ماشي. ربيهم. ماشي ربيهم. هربيهم. المره الجايه مش هسيبك تربيهم. ماشي. هنتقابل تاني انا وانت وقاعده عشان خاطرك. ليه تمام. خلي بقك فوق ومناخيرك تحت. تمام. وعينك ده الوحيد. ما ترفعليش حاجه. تمام. عشان انا المره الجايه هزعلك بالفرق اللي انت عاملاها. انا مش عامله فيلر. عامله فرق مش طبيعي. ماشي مش طبيعي. ماشي. انا ايه؟ مش هكلمك لاجل مين؟ لاجل عيالي. ده الفيديو اللي حقق اكتر من 63 مليون مشاهدة، داخل في 64 مليون مشاهدة. ده الفيديو اللي يعتبر بسنت خدت حقها من دينا تالت ومتلت، ودينا ما قدرتش ترد عليها. بس هو ده الفيديو اللي الناس كلها اتفرجت عليه ولا الفيديو ده ناقص ومقصوص منه؟ انا بقى النهاردة قررت اجيب لكم الفيديو كامل تسمعوا الخناقة من اولها لاخرها. ليه؟ لان الفيديوهات اللي نازلة كلها معظمها متقطعة ومش مترتبة. انا بقى في الحلقه دي هسمعكم الفيديو بتاع خناقه بسنت كلها كامله وحصري. ده غير ان في مفاجآت في اخر الفيديو هتشوفوها ليها علاقه بالخناقه. دي هتعملي بدايه ايه يعني؟ الخناقه. بقول لك يا حبيبتي. ايه يا حبيبتي؟ ايه بصي يا ماما. بصيتي يا حبيبتي؟ المره اللي فاتت ما كنتش هكلمك لاجل مين؟ فريده. لاجل عيد ميلاد بنتك. حلو. حلو. انا هعديلك الحوار دوت. بس لو انا شفتك تاني في حته انا هعمل ايه؟ هتعملي ايه؟ خلي عيالك يقولوا عليكي يا رحمن يا رحمن. انتي؟ لا ما يغركيش. ماشي خلاص انا اسفه. بسنت اللي فاتت حاجه واللي جايه حاجه تانية. صح. لو قال لك مين بسنت هتنتديني اقول لها هتكون صاحبتك الايه؟ الاسفلت. كده صح والنبي. الاسفلت. الاسفلت. تمام يا شطوره. تمام. انا بس سبتك المره دي عشان ايه؟ عشان عيالي. عيد ميلاد بنتك وعيالك هسيبك ماشي. تربيهم. ماشي ربيهم. هربيهم. المره الجايه مش هسيبك تربيهم. ماشي. هنتقابل تاني انا وانت وقاعده اشلفط لك وشي. ليه تمام. خلي بقك فوق ومناخيرك تحت. تمام. وعينك ده الوحيد. ما ترفعليش حاجه. تمام. عشان انا المره الجايه هزعلك بالفرق اللي انت عاملاه ده. انا مش عامله فيلر. عامله فرق مش طبيعي. مش طبيعي. بس ماشي. انا ايه؟ مش هكلمك لاجل مين؟ لاجل عيالي. لا مش لاجل عيالك لاجل مين؟ لاجل الناس اللي قاعده. لاجل فريده. لاجل عيد ميلاد مين؟ فريده. فانا سيبك تربي عيالك. دي بقى ماشي. انت هتعملي زي البالونه دي بالظبط. هعمل زي البالونه. قالت لها في الاخر انت هتعملي زي البالونه دي وتفرقعي. طيب هنا دينا كان لها رد فعل ولا هتفضل دينا صامته كده دايما وتفضل بسنت تدي لدينا وتحسوا ان دينا ملهاش رد فعل
ومش قادره تاخد حقها من بسنت، مع ان في نفس الوقت وفي نفس هوريكم كده حاجه من العيد ميلاد كان في بدايته قبل بدايه المشكله. اتفرجوا على دينا وبسنت كانوا عاملين زي السمنه على العسل. اتفرجوا. دينا كانت بترقص مع بسنت والدنيا كانت حلوه وفي لفلفه كده. ابتديت اخد بالي من حاجه، ان دينا سابت بسنت وراحت تغني مع باباها ومامتها وسابت بسنت. ممكن ده يكون حز في نفسيتها وهو اللي خلاها تعمل شعلة الشراره والخناقه بينها وبين دينا. ده اللي هنعرفه في بقيه الحلقه. استنوا هفرجكم على فيديوهات مش موجوده على التيك توك ومش موجوده في اي حته وحصريه في الفيديو ده بالذات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان خاطر تشوفوا كل جديد على قناه بيت العيله الفرفوشه. طبعا واحنا في العيد ميلاد قررنا ان احنا نعمل فيديو كده مجمع. انا واثق ومتاكد ان ده الوحيد اللي هيخليكم تدوسوا لايك لانه فعلا هيعجبكم. تعالوا نشوف الفيديو المجمع اللي احنا عملناه اثناء عيد الميلاد. اسمها ستيلا أبيل، اسمها يافا. ما اسمهاش زكريا، اسمها كوري زكريا. ما اسمهاش اورشليم، اسمها القدس. ما اسمهاش عكا، اسمها عكا. ما اسمهاش اشكالون، اسمها عسكلين. اسمهاش احيهوت، اسمها البروه. ما اسمهاش يزرعيل، اسمها زرعيل. ما اسمهاش بير شفاع، اسمها بئر سبع. ما اسمهاش ايلات، اسمها ام الرشاش. ما اسمهاش كرم شالوم، اسمها كرم ابو سالم. ما اسمهاش اسرائيل، اسمها اسمها فلسطين. فلسطين في القلب، وبندعم اخواتنا ويا رب ينصرهم على اعدائهم يا رب العالمين. في نفس العيد ميلاد كان في موقف طريف جدا حصل بين دينا واخوها. يعني هو ينفع يوسف ده؟ ينفع اللي انت عملته قصاد الناس وكسفتني؟ احرجت اختك الكبيره؟ ينفع؟ لما اختك الكبيره تكلمك تقوم تقف لها احتراما ليها. نعم. احنا اسفين. احنا اسفين. انا اسفه. خلاص يعني؟ حلو. ده اخو دينا فعلا الصغير واطول واحد ما شاء الله في العيله. ده كان من ضمن المواقف الكوميديه اللي حصلت في العيد الميلاد ومن ضمن الفيديوهات اللي طلعت ترند وقتها على السوشيال ميديا. نرجع تاني نكمل خناقه بسنت ودينا ونشوف اخر التطورات ايه. طبعا من يومين اتعزمت في فرح، والفرح ده انا كنت متاكد مليون في الميه انها هتكون موجوده فيه بسنت. كنت منبه دينا وقايلها استعدي عشان خاطر انت داخله على معركه حقيقيه. بسنت اللي فاتت حاجه واللي جايه حاجه تانية. بسنت ممكن ما تسكتلكيش يا دينا، فحاولي على قد ما تقدري يكون ليكي رد فعل. تعالوا نشوف دينا عملت ايه في البدايه واستفزت بسنت لدرجه انها خلت بسنت طلعت كل مواهبها على دينا. دينا مسكت بسنت وقالت لها ما تبين لهمش ان انا قويه، وبسنت كانت متضايقه جدا من مسكه دينا ليها. نكمل ونشوف دينا برضو غلطت غلطه رهيبه لما قلبت بسنت من على الكرسي ووقعتها في الارض. تعالوا نشوف نكمل الفيديو. لا ما بهزرش. انت اللي انا هزر معاكي بتاعت ايه؟ يا بنتي انت عماله انت بتاعت برسيم وحاجات من دي. انت عارفه الناس لو سمعتك بتقولي دينا بتاعت برسيم هيقولوا عليكي ايه؟ هيقولوا عليا ايه؟ هيشتموكي. هيشتموني ايه يا صدقيني. طب انت عندك ناس عشان اصلا يشتموني؟ روحي بقول لك ايه؟ روحي. انا ما عنديش ناس. يا ستي روحي كلمي رمضان بينادي عليك. روحي انت بقى. اللي انت لابساها دي. ايوه بالفستان اللي انت يا بنت الايه. يا نهار ابيض. دينا في الاخر زقتها من على الكرسي ووقعتها. سمعتوا بسنت في الاخر قالت لها يا بنت الايه. تعالوا بقى نشوف بسنت عملت ايه لما طلعت على الكرسي تاني وسمعت دينا احلى كلام. لك الادب هتشوفي. الراجل ده ابو بسنت. جيب ابوه عشان انا بريء. ذات نفسه يعني جايبها غصب عنها عشان هي كانت خايفه اصلا من بسنت. خايفه من بسنت. انا هعلمك الادب. ده شبح ده ولا ايه؟ هعلمك انت الادب. لا من غير تعلمي مين الادب؟ هعلمك انت. تعلمي اسيادك الادب. اسيادي. والله العظيم لو قعدتي معايا اسبوع لا تقولي طنط دينا. لا طنط دينا اقسم بالله تقولي طنط دينا. طنط دينا بقى في في اي حته. بتحضر لك البوتكس. بوتكس. فين البوتكس ده؟ والله يا اختي روحي
بوتكس. يا نهار ابيض. بسنت بصراحه ما سكتتش، سمعت دينا كلام رهيب. وهل الخناقه وقفت على كده؟ لا، ده لسه في التقيل. المهم بس هو انت عارفه انا ايش سحب رمضان عشان يعمل لا 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 انت كده بتغلطي، انت كده بتغلطي، وانا كده مش انا هسكت. جيت جنبك. انا كده فين اهلك؟ فين انت باباك انت ولا فين مين انت مين اصلا؟ لا انا جايه لك بطولي. ما تعيشيش الدور. لا انا جايه بطولي. ما تعيشيش الدور. ليه بقى؟ انا مش كل مره هسكت ما انا لك. مش هلم لك العيله وقت العيله واجي عشان ارد عليك، انا بعرف ارد يا حبيبتي. ماشي؟ وايدك جنبك كده وانت بتكلميني، ماشي؟ انا فوق وانت تحت. مين اللي فوق ومين اللي تحت؟ اسمعي يا بنت ما تبرطميش معايا في الكلام، ماشي؟ والهلاهيل اللي انت لابساها هلاهيل؟ انت تعرفي تجيبي الحاجه اللي انا بلبسها دي اصلا؟ انت مين انت؟ دي الهلاهيل احسن مني. اسكتي ايه بس؟ اسكتي. ده انت حاطه كيلو بويا اللي كان بيعمل لك الشقه. والله ما حاطه بودره، ما بحطش بودره في وشي. اهو ايه ما بحطش. شايفه ما اللي بحطش عادي. ده بيبرق، اللي بيبرق انا حاطه اللي بيبرق. ايه ده بقى يا اختي؟ حتى اللي بيبرق. انت لما اشوفك كده دلوقتي شيلي ده ضوافر، انا عامله على ضوافر مش حاطه ضوافر. يا لهوي على ايه ده؟ يا لهوي على الكيد. هنلاقي بسنت بصراحه مكسره الدنيا، مكسره الدنيا في رد فعلها، وانت يا عيني لا حول الله ولا قوه ولا قوه مش عارفه ترد عليها خالص، او مش عارفه تتعاملي معاها، لان بسنت عليها ردود افعال سريعه، ودينا يا عيني على نيتها. يعني دينا مش من البنات اللي بتعرف تتخانق او بتعرف مش عارف، يعني دينا ممكن مثلا في الخناقه تسكت ما تعرفش تتكلم، فعشان كده بسنت عارفه تستغل نقطه ضعف دينا في السكوت، عشان كده بسنت عماله تسمع دينا الكلام. طيب الموضوع خلص على كده ولا لسه مكمل؟ لا والله لسه مكمل، اسمعوا الفيديو ده. انت شايفه نفسها بتقول لك انت شايفه نفسك الشنطه البلاستيك. بقول لك ايه يا استاذه بسنت، انا كنت شايف النهارده في شباب حواليك كتير قوي. ايه؟ لا والله العظيم دينا مراتي صعبت عليا، والله صعبت عليا. يعني حتى هي يا عيني بتقول لي انت بتضحك، يعني هي حاسه ان الكل جاي عليها. انت حضرتك طبعا واقف شايف المشكله دي وبتتكلم. يا بسنت خلاص يا دينا، خلاص يا دينا. بسنت شتمت وطلعت تجري، قالت لها انا مش هرد عليك عشان انا اسيادك. فدينا سمعت الكلمه، لا دي بقى كلمه تقيله قوي، لا تعالي لي بقى. ابتدت دينا تستوعب وتفوق، اخد حقي منها، فعلى ما راحت لها كانت بسنت طارت. طب الموضوع خلص على كده؟ والله لسه. ايه يا دينا؟ بتقول لك يا نهار ابيض على الناس اللي بتلزق فينا وهي ماشيه. الحقي الحقي. بقى اه لا قول احنا ما بنزعلش، لا قول احنا ما بنزعلش. اسمع عشان اترويت على وسيم. مبروك عشان ما تسمعنيش. انت اصلا تحت يا بسنت، مش هسمعك فوق. مش هسمعك. اوه والله عندك حق، والله احنا اللي تحت بجهلنا. شايفه؟ لا لا بلاش البصه دي، بلاش البصه دي يا بسنت. لا بلاش انت ولا انت ولا اهلك، معلش خليك انت. يعني انا حاولت ان انا اسخن دينا اكتر، وهي بتقول، هي قالت لها ولا انت ولا 10 زيك، فانا قلت لها لا ما تقولهاش ولا انت ولا اهلك. راحت بسنت لحقت نفسها قالت لي لا، انا قلت لها ولا انت ولا 10 زيك. المهم الخناقه مستمره بين دينا وبسنت، وفي خناقه جديده ليها علاقه بالرنجه والفسيخ. ايه الخناقه دي اللي لسه ما نزلتش على السوشيال ميديا ومحدش لسه شافها؟ دي ان شاء الله هتبقى في الفيديو الجاي. لما تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد، هتشوفوا الخناقه حصري قبل ما تنزل على اي منصه في السوشيال ميديا. هتشوفوها على قناتنا في اليوتيوب بيت العيله الفرفوشه. وعايز اختم بفيديو كده طريف كان بيني وبين دينا. احنا قاعدين في الفرح، دينا كانت هتموت وتقوم وترقص. اتفرجوا ايه اللي حصل.
حاولت ان انا اسكتها بجميع الطرق، بس يا عيني طبعا هي كانت مكبوته وعايزه تقوم ترقص في الفرح لانه فرح صاحبتها صاحبي. بصراحه كان فرح جميل، فرح اسلام، وربنا يوفقهم في حياتهم يا رب، يرزقهم بالذريه الصالحه. اخيرا في نهايه الفيديو عايز افكركم انكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد، عشان نكمل خناقه بسنت ودينا الترند اللي مكسره الدنيا اليومين دول. مع السلامه.